السلام عليكم جميعا. كنا عايزين نتكلم في سيدة محترمة نايبة في البرلمان، نايبة كبيرة قوي يعني من نوايب بتاع مصر. كانت طلعت باقتراح جميل ان كل واحد من المغتربين اللي بره، سواء في السعودية او ايطاليا او اي بلد هو مغترب فيها، يدفع 5000 يورو. يدفع 5000 يورو بقى ازاي؟ هو اذا كان احنا لا، لما اي حد بيجي لنا هنا ايطاليا بيكون مبايع امه واهله كلهم بيوتهم وارضهم عشان يجي هنا، وتاني يوم بيقف في المترو عشان يلاقي حد يشغله او ياخد منه 5 جنيه. يعني باختصار النايبه ديت نايبه كبيره قوي في البرلمان، ربنا يخليها لامها ان هي طلعت بالاقتراح الجميل ده. ماشي، ما كله يدفع، لو مصر في دقيقه ندفع لها عادي، بس تطلع باقتراحات الناس ترضى بيها. يعني لما المصريين بيموتوا هنا بيفضلوا اسبوع واثنين وثلاثه وشهر بنلم لهم كل واحد 5 يورو 10 يورو 15 يورو اللي بيطلع عبال ما بنروحوا لاهله وكده يعني. فانا عايز اقول لها يعني لو كنت طلعت اقتراح ان كل واحد يدفع 200 يورو في السنه تحت بند دعم المغتربين في الخارج لاي ظرف يحصل له، ظرف ان هو يموت، ظرف ان هو يتعور، ظرف ان هو يصرف على عياله ياخد فلوس. لو مات في بلده يبقى خلاص انتوا الفلوس دي بتاع مصر، لكن لو مات هنا يروح السفارة على طول يصرف فلوس، يجيب الصندوق اللي هو بيروح فيه ويحط له 1000 ولا 2 في حسابه او يدوه لاي حد من قرايبه. لكن انت ما بتفكريش انت الا ازاي تتنيكي قاعده على الكرسي اللي انت فيه ال4 سنين ولا ال5 سنين ولا ايه، ان تدي مقترحات ان انت بتدخلي فلوس للدوله. طب ادي الاقتراح الجميل دوت، انا عندي استعداد ان احنا نقوم بمبادره ان كل واحد يدفع 200 يورو في السنه، سواء مات في ايطاليا او مات في السعوديه او مات في اي دوله، ان يدفع 200 يورو كل سنه للدوله. بس مقابل دوت بقى ايه؟ ان الدوله او السفاره لما الشخص ده يموت في الخارج تتكفل بكل الحاجه اللي هو هيروح بيها، بالصندوق بيه، بالتصاريح، بتذكره الطياره، بفلوس تروح لاهله. وهيكسب كتير، بدل يعني في ناس بتسافر من 30 سنه ولسه هسافر ب 30 سنه، لكن لما تاخدي منه 5000 يورو وهو اصلا مش لاقي ياكل سواء هنا او هناك او في اي دوله، تدي مقترح للاتنين، للدوله وللي هو المغترب. المغترب هيديك ازاي بقى؟ تعملي قانون كده على المغترب اللي هو خارج البلاد، التبرع ب 200 يورو سنويا للدوله، مقابل يعني بعد الشر يعني على الناس كلها، ان هو لو مات بره السفاره تتكفل ان هو ينزل على حساب الدوله، مقابل ان هو يدفع سنويا 200 يورو. 200 يورو يعني 10000 جنيه سنويا، مش وحش يعني. طبعا مش كلنا هنموت بره يعني عشان تكون عارفه، بس ده اقتراح جميل ان كل واحد لو مات بره، بدل ما بنلف على الناس نقول لهم في واحد مات وعايزين نروحه، يبقى السفاره على طول تعمل التصاريح وتجيب الصندوق وتجيب كل حاجه وتروحوا بتذكره الطيران. عايز اقول لك لما تقعدي على كرسي الناس قعدوكي عليه، تعرفي اللي ليكي واللي عليكي يا سياده النايبه، تعرفي انت بتقولي ايه، مش ترمي كلام في الهوا وخلاص. الراجل اللي بيسافر هنا ممكن باع بيته وباع كل ما يملك علشان يجي هنا، او يموت في البحر او يموت. مش انت مستنيينك ان انت واحده بتقوم من النوم تغسل وشها وتفطر وتروح تقعد في المجلس تقول لها كلمتين، وبعدين الحكومه
تصدق على كلامها، والناس اللي بره مظلومين. انا مش هديك اكتر من من حقك، لان كفايه كده الكلام. يعني برجو من الحكومه المصريه ان هي تشرع قانون ان كل واحد يدفع 200 يورو سنويا، 200 يورو سنويا مش اكتر، او 100 يورو شهريا، او 50 يورو شهريا على حسب القانون، لان 50 يورو كتير او 100 يورو كتير على الناس اللي هنا. او نخليها على طول في كل في السنة على طول 250 يورو لكل واحد. كده كده بيروح يطلع الجواز وهيخاف على نفسه ويدفع ال 200 يورو، ادام عارف لو جرى له اي حاجة السفارة هتروحه. فما فيش حد هيستخسر فيك الفلوس ديت. طبعا احنا هندفع الفلوس ديت مش عشان ان احنا هنموت هنا بعد الشر، لا، احنا هندفع الفلوس ديت علشان هيبة الميت ما تتختش. ان انا بدفع الفلوس دي خايف من بكرة، لا، ربنا يعني يحمي الناس كلها وربنا يخلي الناس كلها. احنا بندفع الفلوس ديت عشان ماء الوجه، ومنها نعرف ان احنا لو متنا بره مش هنقعد يوم واثنين وثلاثة وشهر وسنة عبال من ما نلم فلوس الصندوق، لا، هنعرف ان بلدنا هتروحنا تاني يوم. ومنها كمان ان احنا هندفع نساعد البلد، فمش كلنا هنموت بره عشان تفكر ان احنا كل شهر هندفع ولا كل سنة. احنا ملزوم مننا كل سنة ندفع 200 يورو سنويا، سواء هيندفعوا في المطار او هيندفعوا في السفارة. فمجرد ان هم يندفعوا في السفارة احسن، ويبقى في حساب للمغترب اسمه حساب المغترب بالخارج من اجل الوفاة او اي حاجة. لو الراجل ده مات في مصر هم بتوعكم، مات هنا يبقى هو دفع فلوسه اللي هو هيروح بيها. ارجو ان الحكومة المصرية تفعل القانون دوت، وقبل ما اي حد من البرلمان يشرع قانون يبص للناس اللي هي غلابة. هو الفيديو طويل شوية بس الموضوع يستحق يا جماعة. اللي يقعد على كرسي يشوف حالة الناس الغلابة، في ناس هنا بتموت بنقعد ندور لها على حد يدفع لها، ونلف في الجوامع علشان كل واحد يدفع 5 جنيه و10 جنيه. أرجو من الناس، والناس ما تزعلش مني لو جيت على حد، فاحنا بنعمل لبكرة، وبكرة ده محدش يعرف فيه ايه. انا عن نفسي موافق اني ادفع كل سنة 200 يورو للقنصلية هنا، ويتعمل حساب بنكي، كل واحد يحط اسمه هنا. مجرد ان هو يجرى له حاجة هنا بيتراجع الكشوفات ويطلع له اسم ان هو كان بيدفع في الحساب دوت، يبقى له حق ان السفارة تروحه. وشكرا. أول حاجة أتكلم فيها. تاني حاجة للأستاذ عمرو أديب اللي عايز يسيطر على الشعب المصري، هو وأحمد موسى وشوية المعيز اللي هم بيطلعوا على الشاشات يهبدوا في أي حاجة. اللي كل واحد يبعت له قرشين بتاع شركة أدوية يبعتها لأحمد موسى عشان يتكلم في الموضوع ده، صاحب شركة أدوية تاني يبعت لعمرو أديب عشان يتكلم في موضوع شكل كده تاني. فكل اللي بيتكلم في موضوع شكل كده بيبقى قابض. الراجل اللي مات دوت الله يرحمه الدكتور ضياء العوضي، الراجل ده طلع كل علمه للناس واضطهدوه لحد ما بقت طريقته. يعني انتوا لو اتفرجتوا على الراجل ده من 3-4 سنين كان انسان هادي ورزين وكويس وكلامه كويس وحتى شكله كان كويس كتير ان هو حتى بالكلام. بس الراجل ده اضطهد فبدأ يطلع الكلام بعصبية، والكلام ده ما يعيبوش لان الراجل ده حاول يساعد ناس كتير. على فكرة انا عن نفسي جربت النظام دوت، مش جربته بحذافيره بس جربته، لقيت فيه راحة كتير جدا ان انت تقعد تتكلم مع نفسك ان انت مش تعبان، ما بتنامش خايف. مش الراجل ما بيقولكوش ما تاكلوش كذا، الراجل بيقولكوا خلوا بالكم من صحتكم. فعلا الفرخة اللي بتيجي بناكلها 45 يوم ديت
بيدول حقن وبيدول بتاع، بتبقى نايمه مش قادره تتكلم ولا قادره تفتح بقها حتى ولا تقول حرام. زي ما خدت حقن عشان تبقى في 45 يوم 3 و4 كيلو. كل حاجه بتاخد حقن. عندك الفراخ بقت تموت دلوقتي، ياخدوا الفراخ الميته يرموها في مزارع الاسماك، السمك بياكلها. العجول اللي هي عايزه تتعلف بقى يحطوا حقن ومبيدات علشان العجل يبقى بدل ما هو 150 كيلو يبقى 300 كيلو في 5-6 اشهر او 3 اشهر. احنا بقينا بنعاني من كل حاجه. يعني سبحان الله، ربنا جعل لنا ناس عايزه تضلل وتغطي على الحقائق. بالنسبه لعمرو اديب بقول له يا عمرو، انت مش عشان 1 ولا 2 مليون قبضتهم تطلع تحرك. الراجل ده ما قالكوش في علاج بعينه تروحوا تشتروه، ما قالكوش تعالوا اعملوا عمليه عشان تبقوا كويسين. الراجل قال لك كل كذا وما تاكلش كذا، كل كذا عشان تبقى كويس وما تاكلش كذا عشان. وفعلا السكر ده بيجي من الزعل والاكل الغلط، السكر ده بيجي من قله النوم، السكر ده بيجي من اقل واحد ممكن يزعلك في الشغل بيجي لك. بس انت ممكن تضيع ده كله. ما تحطش في دماغك، ما تركزش مع الناس، خليك في حالك. اي حاجه جواك طلعها. لو واحد شتمك هزقه، ما تسيبوش. لو واحد ضايقك يعني لا مؤاخذه يعني ما تخلوش هو ينام مبسوط وانت تنام زعلان. قال لك كذا قول له كذا وكذا وكذا. مش عايزين نقول الفاظ عشان في ناس بتصطاد الكلام اللي هو ايه، يقول لك ده كلام مش كلام. عايز اقول لكم ان في ناس كتير عايزه توقع مصر في نصيبه. فالدكتور ده فعلا عمل حاجه كويسه جدا. ثالث حاجه لوزاره الداخليه ومباحث الانترنت، عايزكم يعني تشوفوا الناس اللي بتطلع على النت دي ايه. لازم يبقى فيه رخصه للي يطلع يتكلم او يطلع محتوى للناس، لازم ده ياخد رخصه. انت دلوقتي طالع تهبط في اي حاجه ماشي. يعني اي واحد يطلع عنده فيس ولا عنده تيك توك، قبل ما يطلع وينزل فيديو، تعالى يا حبيبي انت هتطلع تنزل فيديوهات ماشي، في رخصه تطلع بفلوس بمقابل زي بطاقه كده. لو طلعت عملت اكتر من فيديو عليك 200 جنيه، لو طلعت عملت 1000 فيديو عليك 10,000 جنيه. يبقى في حاجة اسمها رقابة على الفيديوهات. انت لك فيديو 2-3 في الشهر تعملهم وبفلوس، ما تطلعش للناس تقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا وكده. بعد كده تطلع ترند وتروح تاخد 1 ولا 2 مليون. وبعد كده زي النكرة اللي اسمه مشاكل وابوه واخوه. ايه الناس دي؟ يطلعوا اول يوم يمسكوا ببعض، تاني يوم يمسكوا ببعض، تالت يوم يروح يتجوز بنت شعبان عبد الرحيم، رابع يوم يطلقها، تالت يوم يروح يمسك في ابوه يضربه. الناس دي تمسكوها تحبسوها، حرام ان هم يطلعوا. ولادنا بتشوف الحاجات دي، يعني ولادنا بتشوف الحاجات دي. احنا بقينا نتكسف، يعني بقينا نتكسف. دلوقتي كل واحدة تطلع، وبالأخص البنات اللي بتطلع تعمل اللايفات ديت وبتاخد فلوس من العرب وتاخد، غير الغرف الخاصة دي تطلع تفتح وترقص قدامه وتاخد فلوس. المفروض الرقابة تطلع على كل تليفون بنت، يبقى فيه مباحث مشددة للإنترنت. أي واحد يطلع على النت يبقى عنده سجل يتعرف فيه طلع قد ايه وعمل ايه ومراقبة. عملت فيديو، اي بنت عملت فيديو مخل تتمسك تتحبس من 1 ل3 سنين على طول. تاني مرة ولادنا هيطلعوا كويسين. اي واحد يطلع يهبط في اي حاجة يبقى عنده رخصة، مش يتكلم وخلاص. العالم العبط الكتير اللي على النت، اي واحد بيطلع يتكلم دوت تمسكوهم كويس، تمسكوهم وتحجموهم ان هم ما يطلعوش يهبدوا. واحد يطلع نايم مع الجاموسه ويغني لها، وواحد يجيب حمار زي الواد ابن احمد شيبه جايب حمار مسميه كروان، كل ده عشان ترند. يا جماعه حرام، احنا اولادنا بتتفرج على الحاجات دي، حرام عليكم.
ارجع تاني واقول للمدام امال عبد الحميد النايبه الكبيره، تاتك 60 نايبه، تاتك 60 نايبه، تاتك 60 نايبه. فكري كويس وقولوا كلام كويس للناس عشان ربنا يرحمكم ويرحمنا جميعا. والفيديو ده طويل جدا، بس ارجو من اي واحد يشوف الفيديو دوت يشيره علشان خير ليا وليكوا وللناس كلها، بالاخص الموضوع الاولاني اللي الناس اللي بتموت هنا، كل واحد متغرب في السعوديه، في الكويت، في ايطاليا، في اي بلد، يتعمل حساب خاص بالجاليه المصريه اسمه حساب المغترب. كل واحد يحط 200 يورو سنويا علشان لو جراله اي حاجه يروح لاهله ومحدش يلم له ولا يتلم في الجوامع ولا يتلم في اي حاجه. وربنا ما يجيبش حاجه وحشه للناس، وربنا يستر على الناس كلها. انا حبيت اعرفكم في حاجات بسيطه، ما فيش حد بيبخل على حد هنا. يعني اللي انا بشوفه في ناس في الجوامع بتخش تدفع عشان يقيموا مساجد ويقيموا حاجات شكل كده. وبرضه اللي يعمل حاجه شكل كده بعيد عن المساجد واللي بيحصل فيها، احنا ممكن نعمل حساب خاص بالجاليه المصريه المغتربين في الخارج، وكل واحد يدفع اللي يقدر عليه سنويا علشان اي حد يجرى له حاجه يروح يسحبوا فلوس ويعملوا له الخارجه بتاعته ويروحوه في اقرب وقت. ارجو ان كلامي ما يزعلش حد، وارجو حتى في التعليقات اللي عنده كلمه حلوه يقولها، واللي ما عندوش برضو يسكت، لاني انا ما غلطتش في حد. ولو حد لا مؤاخذه يعني غلط فيا انا ما بسكتش، بس بنحب نتكلم كلنا باللين، ممكن علشان اللي بنشوفه هنا بنتكلم فيه بالراحه وممكن بيزعل ناس كتير. بس ارجو اللي يسمع كده خوف من بكره وخوف من الغربه، ان الموضوع بتاع المصريين في الخارج يتعمل حساب، يبقى اسمه حساب دولي للمغتربين، وكل واحد يدفع فيه، يتحول من على تليفونه، يتحول باسمه، واي حد هيجرى له حاجه هنا يروح بسهوله، وما نبقاش نلف في الجوامع ولا نقول في المستشفى ولازم يروح وده يدفع 10 وده يدفع 5 وده يقول ما معيش. يبقى كل واحد بيدفع لنفسه خوفا ان هو يجرى له حاجه في الغربه. ارجو ان الكلام ده ما يزعلش حد. الفيديو طويل بس اسمعوه، ربنا يكرمكم وتعملوا بالكلام دوت، علشان الناس المغتربين لما بتموت بره بتبقى فجعة كبيرة والواحد ما يبقاش عارف يعمل ايه في الموضوع ده. فربنا يستر على الناس كلها. وانا عن نفسي ربنا يسهل واقوم بالموضوع دوت. لو حد انتدبني وممكن اطرح الموضوع كمان على السفير هنا، عشان يوم فاضي هبقى اروح اطرح عليه الموضوع، وهو ممكن يعمل الحساب ويعمل، والناس تتبرع حتى لما تاخد الورقه من المستشفى لو حد توفى، وتروح لهم هناك يخلصوا الاجراءات ويشتروا الصندوق ويحجزوا له طيران، بدل ما بيقعد اسبوع واثنين وثلاثه يروح في نفس اليومين اللي هو توفى فيهم. وربنا ما يجيبش حاجه وحشه لحد. وارجوكم اعملوا لبكره، لان بكره جاي ومحدش عارف هيموت فين ولا هيعيش فين. وربنا يستر على الناس كلها. ومع السلامة عليكم زي اللي قال. وما تزعلوش مني لو قلت كلام زعل حد. شكرا ليكم، مع السلامة، شكرا.